حلقة فنية نسائية خالصة، 2 من الفنانات التشكيليات متنوعي الاتجاهات الفنية، الدكتورة هند الفلافلي والفنانة التشكيلية أماني زهران. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، دنيا الفنون دي خميلة وانتوا ازهرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة هند الفلافلي، الأستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة هند. أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد. هنتكلم عن الفن، وهل الفن هو يعني خاص بالمثقفين فقط هم يتذوقوه، ولا ممكن يتذوقوا أي حد من العامة ما دام عنده حس فني؟ خلي دي الاستهلالة بتاعتنا. هو الفن التشكيلي فيه نوع من المرونة شوية، وفي مدارس كتيرة مختلفة، فبيختلف المدارس على حسب يعني الأسلوب اللي بيتجهه الفنان. وفي فن بيبقى واضح جدا ومرئي لعامة الناس، وفي فنون تانية أو مدارس أخرى بتبقى مختصة بس بالناس اللي هم دارسين أو عندهم درجة معينة من الثقافة. مش شرط يكون دارس فن، بس ممكن يكون عنده مثقف فنيا فقادر ان هو يفهم طبيعة الرسم. طبعا في رسومات بتبقى تجريدية، في ابستراكت، في حاجات واقعية، في حاجات سريالية كلاسيكية، في حاجات سريالية، فدي كلها مدارس فنية بتختلف. في مدارس سهلة وبسيطة وممكن أي حد يقدر يشوفها يفهمها، وفي مدارس ثانية بقى بيتبعها فنانين بقى تشكيلين، بيبقوا لازم يكون حد هاوي أو عارف أو دارس. دكتورة هند بقى ومشوارها مع الفن ودراسة الفن ودخول القسم الجرافيك، وأهم المحطات اللي بتعتبريها محطات رئيسية في حياتك. يعني أنا عارف إن خدت الجوائز كتيرة جدا، ويمكن كان آخرهم جائزة الدولة التشجيعية 2020. وفي بداية مشوارك برضو كان في جوائز مهمة. كلمينا عن أهم المحطات في حياتك. هو طبعا محطات بتاعت أي فنان، رقم واحد بنستوقفها مشروع التخرج. يعني مشروع التخرج ده بيبقى حاجة كبيرة قوي بالنسبة للطلاب بيمروا بيها. بيبقى الطالب عايز يعمل أجمل حاجة عنده، وأحجام بتبقى كبيرة وبيطلع فيها كل طاقته، وبيبقى فيه طبعا وقت كافي ان هو يشتغل فيه. فانا عندي مشروع التخرج بتاعي كان بيتكلم عن مجاعة الصومال، فده بالنسبة لي كان وقفة مهمة قوي. عبرت عن المجاعة في الصومال ازاي؟ رسمت مجموعة من الناس اللي هم جسمهم نحيف جدا، اطباق فاضية في الارض ومستنيين المعونات. في منهم ناس بتشير للمتلقي كأنه بيتهمه بأنه هو مقصر في إعطاء المعونة ليه. فأنا كنت سميته شعب يموت، لأنها كانت مأساة فعلا حقيقية يعني بتمر بيها معظم البلاد بشكل سنوي. ما زلت متذكرة التفاصيل، يعني واضح اعتزازك بمشروع التخرج. طبعا خدت فيه تقدير امتياز أكيد. امتياز تمام. وطلعت الأولى على الجامعة فيه. دي أول محطة. تاني محطة كانت بدأ شغلي يتطور من رسومات بالرصاص، بعد كده دخلت في مود بالألوان مع استخدام الأقلام الرصاص وكده. فده كانت مرحلة تانية. وأهم يعني لوحات كانت عن التغيير وقت الثورة، ودي اللي أنا خدت فيها الجائزة الأولى في صالون الشباب سنة 2011. هايل. دي كانت لوحتين بيعبروا عن التغيير اللي حاصل بعد الثورة. وعملت ميكس فيها ما بين الألوان وما بين القلم الرصاص على توال. يعني بدأت أشتغل بتقنيات مختلفة عن التقنيات اللي قبل كده. والمحطة الثالثة كانت المشروع بتاع الحب، كان بيتكلم عن المرأة في وضع رومانسي جدا، والخلفية كلها لونها أخضر، وحبيبها باين شادو من وراها. فكانت اللوحة ديت خدت جايزة الدولة التشجيعية سنة 2020. 2020 2020. ايه اللي كان متميز جدا
في هذا العمل الفني عشان تاخدي جائزة الدولة التشجيعية؟ هو كان بينطبق عليه الشروط اللي هم عايزينها، وكان السي في بتاعي كان موفي حاجات كتير يعني هم كانوا طالبينها، وقدمت بورتفوليو يعني بكل اعمالي السابقه، وكانت يعني كانت اكتر حاجه بينطبق عليها الشروط هي كانت اللوحه دي. الفنان نقدر نكتشفه او مهم قوي نكتشفه من الصغر. هنا بيصار التساؤل اللي دايما بنقوله اللي هي اهميه الحصص التربيه الفنيه في المدارس، زي ما بنتكلم على حصص التربيه الموسيقيه، مظبوط. التربيه الرياضيه. اعتقد ان لها عامل كبير جدا في اكتشاف موهبه الشاب من الصغر. مهم جدا ان احنا نبقى زي الميكروسكوب بنبص على اولادنا، سواء الاهالي في البيت او مؤسسه التعليم مدارس، لان هي دي يعني لازم نكتشف هم بيحبوا ايه. لازم نعرف ونتك عليها، يعني لازم نعرف هم بيحبوا ايه ونبدا بقى ان احنا نوجههم بشكل مباشر في الجزء ده. لو كلمنا عنك شخصيا، موهبتك بانت من الصغر او في حد لفت نظرك ان لا انت عندك موهبه وحد شجعك؟ طبعا. انا والدي مهندس معماري، هو الله يرحمه دلوقتي، بس هو كان بصراحه انا واخواتي يعني كان على موجود. طول المهندس معماري يعني في اللمسه الفنيه. طبعا. هو كان فنان برضو، وكان بيوجهنا على طول، وكان بيودينا ملتقيات وندوات وكان بيفرجنا على المتاحف. يعني مش بس ان هو بيهتم بالشق الفني او الرسم او كده، لا، كان دايما يودينا المتاحف ويودينا اماكن فعلا بتنمي الذاكره البصريه يعني. اذا مهم جدا المدرسه والاكتشاف المبكر للطالب اللي يكون عنده موهبه. مهم ايضا اللي بيكمل عمل المدرسه البيت، ان يكون الاب والام او هما الاثنين عينهم على موهبه ابنهم او بنتهم. لسه مكملين معاكي، ولكن اعزائي المشاهدين هنطلع دلوقتي نشوف جزء من شغل الدكتوره هند ونرجع تاني نكمل معاكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومكملين مع الاستاذه الدكتوره هند الفلافلي. برحب بك مره ثانيه دكتوره هند. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. بنتكلم كمان عن مشاركتك في ملتقى التمكين بالفن. يعني شكل مشاركتك كان في هذا الملتقى كان ملتقى مهم جدا، في كثير من الفنانات، ويعني يعني كانت فرصه انك تشاركي فيه باكثر من عمل.
هو بصراحة ملتقى جميل قوي ومهم جدا جدا، لأن هو بيضم 5 القارات، فيهم 33 دولة كلهم فنانات. واحنا المصريين في حدود 25 فنانة اشتركوا في المعرض. هو خاص بالفنانات فقط؟ هو تمام. فنانات فقط. ماشي. وفي طبعا فرايتي كبيرة جدا عن الفن بالمرأة بشكل عام، يعني معظمه بيتكلم عن المرأة في بأحوال مختلفة، وكل واحد واخد المرأة بشكل مختلف. وكانت المشاركة كل فنانة مشتركة بلوحتين. وطبعا هو كان في المتحف الحضارة في الفسطاط. متحف جميل جدا، الفيو بتاعه رائع وهايل، وكان فيه برضو نحت، يعني الشكل كان مميز جدا جدا. شكل مشاركتك كانت بإيه بقى؟ هي كانت اسمها نسيم الصباح. نسيم الصباح، ان انا بتكلم عن علاقة المرأة بالعالم الخارجي. العالم الخارجي عبرت بيه بالفراشات، ان هي موجودة في وسط فراشات متنوعة في الاحجام وفي الحركة. استخدمت فيها الدرجات الذهبي والبراون واللون البني، واستخدمت فيها الاقلام الخشب، والحمد لله يعني حازت على اعجاب الناس. جميل. الحمد لله. هل المتذوق العادي او حتى الفنان المتخصص لما يشوف لوحة فنية يقدر وهو باصص عليها كده يعرف دي رسم فنان ولا فنانة؟ يعني ايد رجل ولا ايد ست اللي عاملة العمل الفني ده، ولا صعب ان انا اقدر اميز؟ هو يعني تقريبا نقدر نقول مثلا 80% من اللوحات بتبان، ولكن في 20% منها ما بنقدرش نقيم. 80% بيبان، ممكن اعرف ده انه ده لمسه انثويه فنانه او فنان رجل. بس في احيانا يعني الدنيا ما بتبقاش واضحه قوي، لان في فنانين رجاله بتبقى ايديهم ناعمه جدا جدا، يمكن انعم اكتر كمان من الفنانات والحس الانثوي. فيعني بتلاقي برضو الدنيا في شويه خداع كده. وفي بنات ايديهم بتبقى قويه وخطوطهم حاده، فبتبقى باينه انها كانه راجل بس هي بتبقى بنت. فبس نسبه طبعا بالنسبه للعام لا طبعا بيبقى باين شويه، يعني باين اكتر كمان لو المتذوق فنان في الاصل. اعتقد هو اللي بيقدر هو اللي بيقدر أكتر. يحدد اكتر. صحيح. مظبوط. طب انت شاركت في معارض جماعيه كتير جدا تصل ل 80 معرض. ايوه مظبوط. وحوالي 19 معرض فردي. يستهويكي اكتر، وقولي بصراحه، المعارض الفرديه ولا المعارض الجماعيه؟ المعارض الجماعيه صراحه. مع ان الفرديه يعني بتبقى ليها يعني ليها طله حلوه، وبيبقى فيها يعني كل المعازيم بيبقوا جايين علشان الشخص دوت، وبيبقى فيه مجموعه الاعمال طبعا بتبقى فيها ابهار لكل شخص عامل عمل فردي. لكن الجماعيه بتبقى اجمل، لان كل فنان بيبقى جاي ومعاه المعازيم بتوعه، بيبقى فيه عدد كبير من الناس، فيه عدد كبير من الرؤى. وبيبقى فيه كمان الواحد لما بيتفرج على اكتر من عمل وفي وسطهم العمل بتاعه بيحصل له زي يعني بيفكر برؤية جديدة وبمنظر جديد، وبيبدأ يفكر بأفكار جديدة، لأن لوحته في وسط الأعمال بيشوفها صحيح. بمنظور مختلف غير ما تبقى اللوحات كلها بتاعت نفس الفنان. نقدر نقول انك بتنتمي لأي مدرسة من مدارس الفن؟ كلاسيكية واقعية. كل فنان بيكون فيه نموذج، قدوة، حد مشي على دربه أو شايفه ملهم. مين الملهم بالنسبة لك في مجالك؟ أنا بالنسبة لي المثل الأعلى بتاعي كان دكتور عبد المعبود الله يرحمه. أسسني جدا في الرسم في الكلية. ده كان أستاذ في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. برضو دكتور حازم فتح الله. طبعا. دكتور عبد الله جوهر، يعني أسماء كبيرة ودرسولي، وأنا طبعا بعتز إن هم درسولي، لأن فعلا استفدت منهم كتير جدا جدا. أما في نطاق البيت عندي طبعا مثل الأعلى بابايا، يعني والدي هو كان مصدر الباور يعني للأسرة كلها يعني. أما بقى الملهمات، يعني أنا طبعا برسم مرأة، فممكن يبقوا طلاب عندي ملهمين وممكن أرسمهم. ممكن حد من العيلة عندي أبقى يعني هم إلهامي وبقعد أرسمهم. الموديلز يعني بستغلهم بقى، يعني إن أنا أرسمهم موديلز. حلمك إيه؟ حلمك اللي جاي لو التقينا بيكي بعد شوية تحب تكوني حققتي إيه؟ والله الواحد طبعا طول ما هو بيسعى إن هو بيشتغل
نفس الواحد ينطلق اكتر ويبقى واصل للعالميه بشكل اكتر، ياخد جوائز بشكل افضل. نخش على الجوائز الدوليه بقى، نخلي طموحنا يعني بقى دولي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يعني دايما. انا سعيد ان انت كنت معانا النهارده في ولاد البلد. شكرا. ونشوفك على خير ونتمنى لك كل توفيق. شكرا، ميرسي جدا، شكرا لذوقكم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نطلع دلوقتي اعزائي المشاهدين نسال ولاد بلدنا الطيبين في الشارع المصري السؤال اللي كنا سالناه للدكتوره هند في بدايه اللقاء: هل الفن التشكيلي هو فن للمثقفين فقط، ولا ممكن ناس عاديه جدا تتذوق هذا الفن وتفهمه؟ الفن التشكيلي اكيد لازم يبقوا متخصصين، عشان الفن التشكيلي ده تعبير من خلال الفنان لصوره معينه في ذهنه بيشكلها بشكل معين، بتعبر عن شيء ما يعني. فاكيد اللي لازم يتفرج على الفن التشكيلي او لوحه لازم يكون فاهم، لازم يكون متعلم ومتخصص من صغره واخد الدراسات، لكن اي واحد من بره بياخده بالشكل ما بينفعش كده. الفن التشكيلي لازم ناس متخصصة عشان خاطر تفهم الألوان والرسومات بتاعته. مش أي حد هيفهم المعنى من الرسومات والمضمون بتاع الرسم. الفن التشكيلي ده إحساس، لغة داخلية، لغة بتتعامل مع أشكال وألوان وطبيعة وكده. في ناس بتبقى عندها الفطرة إنها تقدر توصل لده، إنما برضو بنرجع للأساس للعلم والموهبة مع بعض. الفن التشكيلي لازم الناس المتخصصة والناس اللي دارسة هي اللي تفهم الناس بمضمون الفن أو مضمون اللوحات أو مضمون الأشكال المنحوتة، حاجة زي كده. الفن مين يوصفه إلا اللي عاش فيه مال، الفن مين يوصفه إلا اللي عاش فيه مال، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه، والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه. اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين، حلقه خاصه بالفنانات التشكيليات. كانت في الفقره الاولى معانا الدكتوره هند الفلافلي، ودلوقتي بتشرفني وبتنورني الاستاذه اماني زهران، مدير اداره المقتنيات بمؤسسه الاهرام، وناقده ورسامه ويعني فنانه شامله. اهلا بيك يا استاذه اماني. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. عضو نقابه الصحفيين وعضو نقابه الفنانين التشكيليين، ومعارض فرديه ومعارض جماعيه وجوائز هنتعرف عليك اكتر من خلال هذا الحوار. كل واحد فينا في حياته محطات مهمه جدا بتشكل شخصيته، بتبقى علامه فارقه في طريق حياته. لو ان اماني زهران اهم المحطات في حياتها ايه؟ المحطه الاولى كانت دراسه في كليه الفنون الجميله، لان هي قسم التصوير. شعبة ديكور مسرح، قسم التصوير. دي كانت الخطوة الأولى، لأنه كان قبل ما أدخل الكلية كان ليا توجه تاني خالص، واخترت الدراسة في كلية الفنون الجميلة. مش هقول بمحض الصدفة، أنا والدي فنان تشكيلي رحمة الله عليه، الفنان زهران سلامة، فأنا كنت متأثرة بيه في الجين بقى من غير ما أعرف. أحيانا بيقولوا أحيانا الفن بالوراثة، لا فعلا بتبقى فيه تذوق وفيه تأثير للأب أو للأم. بالظبط. أنا كان اهتمامي رياضي أكتر، لأني أنا كنت في منتخب مصر كرة اليد. هايل. بس فجأة وكنت برسم حلو، كانت إيدي حلوة في الرسم، أما بيطلب مني موضوع كنت برسمه، وكان اهتمامي بالآثار وباللغة. بس فجأة قررت إن أنا أدخل امتحان القدرات ونجحت. طبعا زمان كان امتحان القدرات اختبارات ثانويه عامه، ونجحت وقلت انا هدخل فنون جميله. ولغايه دلوقتي القدرات بالنسبه لكليات الفنون الجميله والكليات الفنيه برضو لازم قدرات؟ لا بس كانت بتتم امتحانها مع امتحان الثانويه العامه. مع امتحان الثانويه العامه. دلوقتي بيتعمل لوحده بعدين. صحيح. فلما دخلت قررت ادخل الكليه، والدي كان خايف ان انا يعني اطلع فنانه فاشله فسيل اسمه، لكن الحمد لله هو كان مسافر السعوديه، فعهد بيا للفنان الكبير حسن سليمان رحمه الله عليه،
ده كان محطه لوحده، يعني غير كليه فنون جميله تاثير كبير، تاثير كبير، اني كنت بشتغل معاه في الاتelier بتاعه. فدي كان يعني اكتشفت معاه الحياه وكملت مع والدي. فهو حتى اللي قال لي انا ما كنتش متخيل ان الجينات حتى في الاسلوب في الالوان، يعني واخده اسلوب بابا الله يرحمه. بالظبط. فاكتشفت ان انا وانا طفله كنت بتابع بابا من غير ما اقصد، بس هو كان مخزون في عقلي الباطن. صحيح. فاثبتت نفسي، كان جزء من التحدي ان انا اقول لوالدي ان انا هتفخر بيا مش هسيء اليك. فدي كانت المحطه الاولى، واتخرجت من الكليه بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف. ولاني بحب الدراسه دخلت على المرحله الثانيه. انا كنت بحب الكتابه، فقلت انا هثقل هذه الموهبه باني ادرس في اكاديميه الفنون، معهد العالي للنقد الفني. درست لمده عامين وتخرجت بتقدير امتياز. وبالتوازي معاه كنت في نفس الوقت التحقت بمؤسسه الاهرام للعمل الصحفي بيها. هايل. المعهد النقد كان مرحله اخرى للتعبير، يعني انا عندي التعبير بالرسم، فبقى اقدر عندي التعبير بالكلمه. ان انا اقدر اعبر عن اللي جوايا. لو معهد النقد الفني برضو ندي فكره للساده المشاهدين، لانه محفل علمي كبير داخل صحيح. اكاديميه الفنون. الواحد بيدرس في فن تشكيلي 10 مواد تقريبا. بيدرس نقد ادب، موسيقى، بيدرس سينما، باليه. موسيقى، باليه، يعني فن التعبير بالحركه، كل الفنون. فهي بتثقل شخصيته اللي بتدرس، وكمان بتخليه اكثر قدره على تذوق الاعمال الفنيه المختلفه. صحيح، لان الفنون كلها مترابطه ببعضها. صحيح. فده كان بيعمل يعني تعمق اكثر. يعني بقى اللوحه الفنيه ما تبقاش لوحه مسطحه، انت عندك خلفيه فنيه وتاريخيه ودراميه كل حاجه. فده كان السبب. الجزء او المرحله الاخرى الرسم الصحفي. الرسم الصحفي اخذ مني طبعا، لو حسبنا بالتخرج انا بقالي حوالي 30 سنه في العمل الصحفي، وبالتوازي معاه الفن التشكيلي. ما اقدرش ان انا كنت اسيب حاجه منهم، يعني ده عملي وده هوايتي. وانا كنت من المحظوظين ان عملي هو هوايتي. كنت بشتغل بالرسم الصحفي في مؤسسه الاهرام، تمام، وبشتغل بالفن التشكيلي في خارج المؤسسه. وده اللي خلاكي بقى انك تعملي حوالي 15 معرض فردي. صحيح. لاعمالك الفنيه. صحيح. وغير المعارض الجماعيه، وفي جوائز كتير كمان حصلت عليها، والورش الفنيه خارج مصر، وورش الفنيه. هنتكلم عن كل الحاجات دي، ولكن بعد ما نخرج اعزائي المشاهدين نشوف جزء من اعمال الفنانه اماني زهران، ونرجع نكمل تاني معاها.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وفي ضيافتنا وضيافتكم الفنانه التشكيليه اماني زهران، مدير اداره المقتنيات بالاهرام ورسامه وكاتبه صحفيه. برحب بيكم مره ثانيه. اهلا بحضرتك. ان كان ليكي شغل سواء فردي او معارض جماعيه وورش عمل خارج مصر في جوائز، كلمينا عن الحاجات دي كلها. المعارض الفرديه انا عملت 15 معرض شخصي، وهي كل معرض كان تجربه بمر بيها بحياتي، كان خلاصة هذه التجربة أنا عايزة أقدمها. زي ما كاتب ممكن يصيغ في رواية أو مخرج يصيغ في فيلم، أنا كنت بصيغها في المعرض. المعرض كان بيحمل مثلا معرض البحث عن الذات، معرض ثنائيات، معرض سولو، معرض اسكندرية كل ما تطلع شمس، معرض شروق وورود. كل حاجة كنت حالة بقى عايزة أعبر عنها. معرض حالة، يعني كان في معرض اسمه حالة، كان بيعبر عن حالة أو حالات بالظبط. كانت حالة وجد، حالة حب، حالة عشق، حالة شجن، حتى مدد كنت عاملاها عن العشق الصوفي، العشق الإلهي. فأنا بحب أعمل فكرة وأقدم هذه الفكرة، بمشي عليها سنة أو سنتين بجمع أفكارها عشان أصيغها في معرض. المعارض الجماعية تجربة جميلة جدا، لأنها بتتيح أكثر قدر من المشاركات. صحيح. طبعا إنك تجهز لمعرض خاص شخصي غير ما تشارك بعمل أو عملين في معرض جماعي، فده بيكون ليه طعم وده بيكون ليه طعم آخر. المفضل ليا في ده المشاركات الخارجية في البلاد العالم. أنا كان ليا حظ المشاركة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والبحرين، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، هايل. الهند، دول متعددة ومدارس فنية مختلفة. بالظبط. عملت معرض خاص في النمسا. الهند يعني حاجة تانية لوحدها خالص، دي سحر يعني طعم خاص، طعم خاص. معرض خاص في المركز الثقافي المصري بالنمسا كان 2007، كان وجوه مصرية، لأني أنا بعشق الوجوه، بعشق رسم البورتريه. ترسمي البورتريه. بورتريه ده من موضوعاتي المفضلة. أنت بتروح بتطلع على ثقافة بلد، بتتعامل مع فنانين. يعني لما بكون مثلا في ملتقى فني بيبقى أنا مثلا بمثل مصر، في حد بيمثل الصين، في حاجات في الأردن تبع الأمم المتحدة سافرتها. فدي تجارب كلها بتعمل حالة من الإثراء، وبتعمل حالة. طبعا الكلام ده كله كان قبل الفيسبوك، يعني كان لسه الفيسبوك في بدايته، فكانت دي طريقة للتعارف والتواصل. الفيسبوك بقى زود هذا وسهل حاجات بالزبط. كتير، سهل التواصل، سهل ان حد يبعت لك ويقول لك احنا عايزينك تشارك معانا في الملتقى الفلاني. فدي من اجمل التجارب الحياتيه اللي انا عشتها كفنانه تشكيليه. هايل. هنخرج دلوقتي اعزائي المشاهدين عشان نسال ولاد بلدنا الطيبين سؤال كنا سالناه من شويه، ازاي نقدر نخلي اطفالنا يتذوقوا الفن؟ ايه الطريقه؟ ونرجع تاني. ممكن نزود عدد الحصص الفنية زي الموسيقى والرسم وكده، نوديهم مراكز متخصصة للفن، للموسيقى، للرسم. ممكن وزارة الشباب تقوم معانا بالدور دوت، يعني المسابقات دي بالتالي هتدرس الحاجات اللي انت هتاخدها في المسابقات، فهتصبح ان انت بتعلم الولد وبتنمي له الفكر بتاعه بطريقه كويسه، وبطريقه ان هو هياخد في الاخر جايزه، هيوصل بطريقه ان هو ياخد بطوله. نعمل مسابقات حتى لو بسيطه بس تشجع الاولاد اللي هي يعني تشتغل على المهاره دي وتنميها. هو ديت بتبدا بالاول من الموهبه، هو بيحب الحاجه ديت ولا ما بيحبهاش. لو هو بيحبها هنبدا ان احنا نطور المشكله الحته دي اللي عنده. ممكن عن طريق المدارس، ممكن منذ الطفوله لرعايه الطفوله، او في المراكز اللي المكتبات مكتبات الطفوله. ده بيزود تنميه المهارات عندهم وبيزود التذوق الفني. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وفي ضيافتنا وضيافاتكم الاستاذه الناقده والفنانه التشكيليه اماني زهران. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كنا سالنا اولاد بلدنا الطيبين واهلنا في الشارع المصري عن ازاي نخلي اطفالنا يتذوقوا الفن. انت قلتي بعض الحاجات بس برضه عاوز اخد اجابه منك كده.
هو انا الى جانب عملي انا بشتغل مدير تحرير في مجله علاء الدين للاطفال، ودي خاصه بالاطفال وتابعه للاهرام، اصدارات الاهرام، مؤسسه الاهرام. لاهتمامنا بان الاهتمام بالاطفال هو الاهتمام بالمستقبل، هم المستقبل. انا شخصيا كنت بعمل حاجه ان انا كنت بنزل سلسله من التغطيات للاصول الاسلاميه وللمساجد والاصول التاريخيه في مصر وفي العالم. في كل رحله كنت بعمل هذا النوع من التغطيه لاني كنت عايزه اثقف الاطفال بالفن وبالعماره وبالفنون بتاعتنا، سواء فرعوني اسلامي قبطي. ده كان الهدف. الاطفال عموما المعارض الفنيه كلها متاحه للجميع ومجانيه، فانا بشجع كل اب وكل ام ان هم يصطحبوا اولادهم، بالذات اللي عندهم موهبه الفن التشكيلي، يصطحبوهم لانهم يشوفوا المعارض دي. في قاعه الاهرام بعمل معارض بخلي الاطفال مشاركين مع الكبار، مع ذوي الاحتياجات الخاصه، مع المتخصصين ومع الهواه، لان لما طفل صغير يعرض اعماله جنب فنان كبير هيستفيد وهيشوف التجربه بتاعته. مش هعمل معرض اطفال بس، لا، هم هيشوفوا عينهم على الاكبر منهم. كل ما حد يقول لي انا عندي ابني موهوب اعمل معاه ايه، اقول له وفر له خامات وسيبه، هو هيدور على اتجاهه بنفسه، لان جميل. الاطفال دلوقتي اعلى مننا في التكنولوجيا بكتير جدا. صحيح. فكل واحد بيتجه وبيدور عن المبحث بتاعه عن اللي هو بيحبه. على ذكر التكنولوجيا، هل اثرت بالسلب او بالايجاب على الفن والرسم بشكل خاص؟ الاثنين. كل حاجه ليها ميزه وعيب. طبعا على حسب حضرتك هتستفيد منها ازاي. انت ممكن توجهها لانها تبقى مميزات اكتر وممكن تبقى عيوب اكتر. طبعا الاعمال بقت اكثر عرضه، دي من احد العيوب، ان الاعمال اكثر عرضه لانها تتسرق وتتقلد. اعمال الفنانين. لكن طبعا انت ممكن تلف في متحف عالمي وانت قاعد في مكانك. صحيح. انا كلفت نفسي وسافرت ودفعت التذاكر عشان اشوف اللوفر او المتحف البريطاني او دلوقتي انت تقدر تشوف فنان معين انت بتحبه وتقدر تكتب اسمه. ومع تقنيات كمان الذكاء الاصطناعي دي اقدر ادخل واتغول في هذا الموضوع وكاني في الحدث نفسه. بالظبط. كل حاجه ليها حدين يعني. كان ليك مشاركه مهمه في ملتقى مهم جدا هو ملتقى التمكين بالفن، كلمينا عن المشاركه دي. ملتقى التمكين بالفن هو يعني هو متناول موضوع من الموضوعات المحببه ليا. انا ضد التمييز في الفن، نقول فن انثوي او فن ذكوري. تمام. لكني احب اشارك في حاجات تخص المراه، لان المراه من اهم عناصر القوه في العالم، ولان الحضاره اساسها المراه. فملتقى التمكين بالفن في المتحف القومي للحضاره عايز يركز او كان عايز يركز هدفه على ده. تمكين المراه مش محتاجه، المراه هي اللي اخترعت الزراعه، المرأة هي اللي خلت الراجل يسيب الصيد والقنص ويستقر على ضفتي وادي النيل. اللي اكتشف الفن هي المرأة. المرأة وهي بتعمل أكل وقع منها شوية بواقي أكل، المطرة مطرت طلع الزرع فاكتشفت الزراعة فخلت الراجل يقعد على ضفة النيل. المرأة وهي ماشية في الطين رجلها غرزت، المطرة نزلت فاكتشفت الإناء الفخاري. المرأة هي اللي زينت الإناء الفخاري ده، فهي اللي اكتشفت الزخرفة والفن. المرأة هي أساس الحضارة. فلما شارك في التمكين، انت ما خليتيش حاجه للرجل خالص يا استاذ. لا دي انا بتكلم على حقائق تاريخيه، انا مش بقول كلام من عندي. هي قعدت الراجل خلته يشتغل ويستقر. فالاساس في الحضاره هي المراه. المراه هي اللي بتلد الرجل وهي اللي بتربيه، هي اللي بتخلي الانسان او الفرد في المجتمع صحيح. صالح او غير صالح. هي الام، هي الزوجه، هي الاخت، هي الابنه. فاحنا مش هنقدر ننكر ده. صحيح. لكن احنا عايزين نكرمها. فهو التمكين ده جزء من تكريم المرأة. أنا اللوحة المشاركة بيها لوحة صباح جديد وانعكاس. هي بنت معاصرة واقفة قدام شباك بتستقبل أشعة شمس اليوم جديد، ووشها جزء منه منعكس في الزجاج بتاع النافذة اللي هي بتبص منها. فهي عندها المعاصرة بتاعتها ولكنها بتحمل تاريخ، التاريخ بهمومه بكل ما يحمله من أفكار ومن تجارب، وفي نفس الوقت هي بتستعد للي جاي. هايل. طموح في الفترة القادمة، الفنان طموحه لا يتوقف. أنا عايزة أقول لك إن أنا برسم أولا لإرضاء نفسي، ثانيا على فكرة مهم، ده أهم حاجة، ثانيا للتعبير، لأن أنا قلت لحضرتك أنا عندي تعبير بالرسم أو التعبير بالكلمة. صحيح. فأنا بعمل ده في المقالات بتاعتي أو موضوعاتي. مع احترامي للكلمة، والكلمة لها دور مهم جدا، ولكن ممكن رسم معين يغني عن الصورة ب1000 كلمة. بالظبط، مئات الكلمات أو 1000 أو أكتر من 1000 كلمة. يعني حضرتك لو في موضوع أو مقالة أنت بتشوفه صحيح. من غير رسمة أو صورة مش هيغريك إنك تقراه. فأنا كتير من رسومي في الأهرام الناس يقولوا لي إحنا قرينا القصة عشان عجبتنا الرسمة فعايزين يشوفوها، فده تأثير الصورة. فطموح الفنان لا يتوقف، وهو مش بيرضى، لو رضي هتوقف عن الرسم.
فانت بتبقى عندك حاجه مثيره ليك في هذا الوقت بتعبر عنها باللوحه، لو في اثاره تانية هتعبر عنها تاني. هي مثير وانفعال، الفن عموما كده. مين الملهم في حياه اماني زهران؟ على المستوى المحلي كان والدي هو الملهم الاول، واستاذي حسن سليمان. على المستوى الفن العالمي انا كنت بحب بول سيزان بالطبيعه الصامته بتاعته، لاني انا كمان منهجي الواقعيه التاثيريه، فكنت بحب ان انا اشتغل بالاسلوب المعروف لكل الفن للناس كلها، المفهوم الواقعيه مع التاثيريه، لان احنا مخلوقين في بلد الشمس. صحيح. كنت بهتم بتاثير الضوء في كل شغلي، هتلاقي تاثير الضوء سواء الشمس او ضوء صناعي. انا سعيد بوجودك معانا جدا. اشكرك. بتمنى لك كل توفيق، ونشوف اعمالك بتتحقق او تحقق جوائز كبيره في الفتره الجايه، لان جائزه في المقام اللي هي جائزه شخصيه، ولكن بتنعكس بعد ذلك انها تكون باسم مصر لو جائزه دوليه باذن صحيح. الله. الحمد لله. بالتوفيق، شرفتيني ونورتيني. الف شكر يا استاذ خالد. اعزائي المشاهدين، مع لقاء جديد وشخصيات متميزه كل في مجاله من خلال ولاد البلد، التقي مع حضراتكم على خير. لكم مني ارق التحيات واطيب الامنيات.